مساء الخير، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. هنبدأ ان شاء الله سلسلة وصفات وحلويات رمضان. هنبدأ اول حاجة بالبسبوسة، هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنقدر نعملها في البيت بكل اريحية وبكل بساطة، تبقى سهلة جدا ومفيهاش اي حاجة ومكوناتنا بسيطة زي ما احنا شايفين. هنبدأ بالمكونات. معانا نص كيلو سميد بسبوسة، يكون وسط لا خشن ولا ناعم. طبعا ده بنجيبه من عند العطار سايب، بيبقى حلو جدا. معانا كوبايه لبن، معانا نص كوبايه سمنه، يا ريت تكون سمنه بلدي او السمنه اللي تحبوها. معانا كوبايه سكر حبيبات العادي. معانا نص معلقه بيكنج باودر صغيره بس تديلها نفشه كده. ومعانا معلقه فانيليا. طريقتنا يا جماعه سهله جدا اهو. هنبدا الاول نحط سميد البسبوسه زي ما احنا شايفين كده، طريقه بسيطه اهو. معانا نص كيلو. نبدأ نحط السكر الحبيبات اهو، معانا كوباية. نحط شوية البيكنج باودر الصغيرين دول بس تديها نفشة، بس يعني ايه عشان تبقى هشة وطرية معانا. معانا معلقة فانيليا باودر، ومعانا نص كوباية سمنة. هنعملها النهاردة هنبسها شوية بس بايدينا السمنة الأول بطريقة بسيطة جدا اهو. وبعد كده هنقلب بس اللبن ان هي المكونات تختلط مع بعضها زي ما احنا شايفين، لان البسبوسه مش محتاجه طبعا لا عجن ولا اي حاجه، بس بنلم المكونات على بعضها وبتطلع معانا زي الفل. زي ما احنا شايفين بس كده، نعملها زي ندى البحر كده، حاجه بسيطه كده معانا اهي، بطريقه بسيطه جدا جدا زي ما احنا شايفين. بسبوسه يا جماعه من الانواع السهله جدا والبسيطه، بس محتاجين ان احنا نمشي على الخطوات واحده واحده بس. يعني البسبوسه سهله جدا، هي اسمها السهل الممتنع. يعني في مكوناتها بسيطه، في طريقتها بسيطه جدا، بس اهم حاجه ان احنا نخلي بالنا من الخطوات، لا نزود حاجه ولا ننقص حاجه، والسوائل ما تكونش زايده. انا هوريكم دلوقتي هتبقى عامله ازاي. ونجهز الصينيه، هوريكم الصينيه اللي احنا هنعمل فيها تبقى مقاس كام. طبعا البسبوسه سمكها ما بيبقاش كده، حوالي سنتي، مفيش اكتر من كده، ما يزيدش عن كده. نبدا ان احنا بس ايه نخلط السمنه كده زي ما احنا شايفين، والافضل ان احنا نخلطها بايدينا. انا هخلطها بايديا معاكم اهو. طبعا انا بشتغل زي اي ست بيت عاديه جدا اهي، طريقتنا بسيطه جدا اهي، ما فيهاش اي حاجه. احنا بس ايه بنشرب السمنه السميد زي ما احنا شايفين كده. وطبعا حطينا كل المكونات، اللي حابب يحط جوز هند مفيش مشكله. طبعا بقى التزيين من فوق زي ما تحبوا، حابين تحطوا مكسرات، بندق، عين جمل، اي حاجه اللي انتوا حابينه ممكن تحطوه براحتكم خالص. انا النهارده عاملاها ساده، وباذن الله نعمل حلقات كتير حلوه ونعمل وصفات كتير حلوه. محتاجه بس المشاركه منكم دايما ودعمكم، ويشرفني دايما ان انا اكون تحت امركم واعمل لكم كل اللي انتوا حابينه وعايزينه. واتمنى ان صفحتي تكبر بيكم ومعاكم. وباذن الله اللي عايز اي وصفه اي حاجه يبعت لي وانا تحت امره. هنعمل كل حاجه مع بعض زي ما احنا شايفين كده اهي. بنشربها بس بالمنظر ده زي ما احنا شايفينها كده، بقت عامله زي ندى البحر كده، بنفس الطريقه كده اهي. بنقلبها اهي كده، بس بنديها ايه، بنشربها لايه، للسمين بايدينا كده. في نفس الوقت بنخلط كل المكونات مع بعض زي ما قلنا. ودلوقتي هنبدأ نحط اللبن. معانا كوباية لبن دافية، نبدأ نحطها زي ما احنا شايفين كده بالطريقة دي. نبدأ نلم بس زي ما احنا شايفين كده. احنا عايزين نلم. انا برضو هشتغل بايدي زي اي ست بيت ما بتشتغل، يعني مش لازم نتأيد. انا مش بحب الجلافزات خالص، انا بحب ان انا ابقى عادية كده وبسيطة، اكني بشتغل مع اهلي في بيتي. وانتوا طبعا زي ما انتوا شايفين انا معاكم في المطبخ بتاعي، وهنشارك مع بعض وصفات كتير جدا جدا باذن الله، وتكون حاجات سهله وبسيطه. وهنحاول ان احنا نعمل حاجات بابسط الامكانيات اهي. احنا بس ايه بنلم نخلط كل المكونات مع بعض زي ما احنا شايفين كده. هنلم مش هنعجن، هي ما بتتعجنش، لان كل لو عجناها كتير هتنشف مننا. فمن اهم حاجه من عوامل نجاح البسبوسه يا جماعه ان احنا من شايف القوام بتاعها
ما يكونش سايل قوي وما يكونش ناشف قوي، يا دوبك طري بس. هنجيب بقى معانا زي ما احنا شايفين كده، معانا صينيه مقاس حوالي 30، دي صينيه البسبوسه، هي الحواف بتاعتها بتكون ايه قصيره مش تخينه، اي صينيه عندكم بس تنزلها. احنا شايفين المنظر اهو. نبدا ان احنا بس نفضي الخليط كله كده زي ما احنا شايفين، ونعملها هنفردها مع بعض بايدينا بطريقه بسيطه جدا وسهله وما فيهاش اي حاجه زي ما احنا شايفين اهو. في ايدينا كده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو، بس اهي بنفس الطريقه زي ما احنا شايفينها كده. ده شكلها اهو. احنا هنعملها ساده النهارده زي ما احنا شايفين. ودلوقتي يا جماعه احنا بنعمل الشربات بتاع البسبوسه، طبعا مختلف عن الشربات بتاع الكنافه والجلاش والحاجات التانية. شربات البسبوسه بيبقى خفيف، يعني بنحط مثلا كوبايتين الميه بنحط معاهم كوبايتين سكر، بنحط معاهم كوبايتين ميه. ادي معانا ده بالكوب المعياري نفس اللي بتعاير بيه السكر تعاير بيه الميه. من ادي واحد انا عامله 2.5. ومعانا طبعا معلقه فانيليا بودر، ومعانا معلقتين كبار عسل كلوكوز. يبقى مقادير الشربات الخفيف للبسبوسه هنا معايا 2.5 سكر، 2.5 ميه، معانا معلقه فانيليا بودر، ومعانا معلقتين عسل كلوكوز. ليه العسل الكلوكوز؟ بيخلي الشربات ما يسكرش مننا وبيبقى كويس معانا، ونقدر نحفظه ونعمله ونشيله في التلاجة. بس قبل ما نيجي نشتغل فيه بنسخنه، لان لازم يكون الشربات بتاع البسبوسه سخن، والبسبوسه طالعه من الفرن على طول بنحطه عليه. ده مختلف تماما عن طبعا شربات الكنافه والقطايف والجلاش، لازم بيكون تقيل. هنتكلم فيه طبعا في الوصفات الجايه باذن الله، وهنعمله مع بعض وهنشوف كل جديد وكل حاجات مفيده باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير. دلوقتي هنبدا نحط الشربات على النار، وهنحط البسبوسه في الفرن. هنتكلم دلوقتي عن طريقه التسويه بتاعه البسبوسه. سهله جدا وبسيطه. بنشغل الفرن طبعا زي ما قلنا على درجه حراره 200. لازم يكون الفرن سخن كويس. بنحطه في الرف اللي في النص، وبنشوف التسويه بتاعتها اللون بيكون ذهبي، ولازم يكون الفرن شغال وسخن. نحطه على طول ونشغله، وبنحط البسبوسه في الرف اللي في النص، وبنسيبها بقى لحد ما اللون يبقى ذهبي معانا كده ولون حلو. وبعدين اول ما بتطلع على طول من الفرن بنكون طبعا مجهزين الشربات بيكون سخن، بنحطه على طول على البسبوسه لحد ما تتشرب. وكل ده ان شاء الله هنشوفه مع بعض. فالطريقه سهله جدا وبسيطه ومفيهاش اي تعقيدات. طبعا زي ما احنا شايفين الموضوع سهل جدا وبسيط، بس نمشي على الخطوات ونمشي على الطريقه صح، كل حاجه هتطلع معانا ناجحه وهتبقى كويسه جدا، ونقدر نعمل كل حاجه في البيت وباسهل وابسط الطرق باذن الله. باذن الله نعمل معانا بسبوسه حلوه جدا وهتعجبكم وهنشوفها مع بعض. وده شكل البسبوسه يا جماعه، واللون بتاعها زي ما احنا شايفين لونها ذهبي وجميل. دي بعد ما طلعت من الفرن. دلوقتي هنسقيها بالشربات. بس في حاجه بس انا نسيت اقول لكم عليها. الشربات بنحط له معلقه سمنه، بيديله طعم حلو قوي ولمعه اهي زي ما احنا شايفين. طول ما هي بتشرب كده يبقى البسبوسه حلوه معانا وناجحه زي ما احنا شايفين كده اهي. طول ما بتشرب معانا يا جماعه، طول ما احنا بنسقيها كده، يبقى البسبوسه بتاعتنا ناجحه 100%، وبطريقه سهله جدا ومفيهاش اي حاجه زي ما احنا شفنا اهو. ده شكلها اهو. معلش هي سخنه بقى زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. شربت الشربات كله زي ما احنا شايفين، ولونها حلو جدا. ومن من الحاجات اللي بتخليها حلوه الشربات، بنحط له معلقه سمنه بعد ما بيغلي خالص، وبعد كده طبعا بنسقي البسبوسه وهو سخن. كانت طريقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. اوريكم شكلها دلوقتي. هي طبعا لسه طريه زي ما احنا شايفين. كل حاجه مع بعض اهو يا جماعه، واحده بواحده. عملناها النهارده باسهل وابسط طريقه زي ما احنا شايفين، وتسويتها حلوه جدا. بنبدا ان احنا نسخن الفرن كويس جدا، وبعد كده بنحطها على درجه حراره عاليه من 220 كده، تاخد معانا لون، لان ما نطولش معانا عشان ما تنشفش مننا، تفضل طريه زي ما احنا شايفين كده اهو.
طبعا كل ما بترتاح طبعا وبتبرد بتبقى حلوه جدا، وبتبقى ماسكه نفسها بتبقى حلوه. يعني ده اهم حاجه ان احنا نسيبها ترتاح شويه بعد ما تطلع. بس انا طبعا هوريها لكم. ف هناخد حته صغيره كده اهي. طبعا هي لسه سخنه، زي ما احنا شايفين اهي، سخنه جدا زي ما احنا شايفينها. بسبوسه حلوه جدا وكده. بس نمشي على الخطوات زي ما احنا شايفين اهي اهي. ده شكلها. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، واللي محتاج يسأل على اي حاجه احنا تحت امره في اي وقت. وصفتنا سهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات ولا فيها اي حاجه. هنزل لكم المقادير والطريقه في التعليقات تحت. اتمنى اشوفكم على خير، واستنوني في الوصفه الجايه باذن الله مع وصفات رمضان. سلام.